قبل ما نبدأ الفيلم، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم. جاهزين؟ صلى على النبي ويلا بينا. بيبدأ الفيلم بمجموعة مسلحين بيعترضوا طريق عربية، بياخدوا منها شنط الفلوس ويقتلوا الراجل اللي فيها ويهربوا بسرعة. وبنرجع فلاش باك قبل اسبوعين، بتبقى كويل في قعدة تعارف عائلية مع فيري اللي شغال دكتور بيطري عشان يشوفوا هما مناسبين لبعض ولا لا. ابو كويل بيقول قد ايه هو مربي بناته احسن تربية وعامل لهم قواعد ماشيين عليها مش زي بنات اليومين دول، وبيعرفوا فير على الكلب بتاع العيلة بما انه دكتور بيطري وكده. يعني بيوصل كوشوانت خال كويل مع الكان وبيقول انهم مناسبين لبعض جدا، بس لازم يتجوزوا في ظرف اسبوعين، لا اما فير حاله هيقف لمدة 2.5 سنين ومش هيعرف يتجوز. فبيوافق فير على الجواز من كويل وبتبدأ تجهيزات الفرح وبيتخطبوا في السريع كده، وبيبقى واضح ان فير ده لخمة وغلبان جدا. بيتفقوا انهم يتقابلوا تاني يوم عشان يتعرفوا على بعض اكتر، لكن اهل كويل بيبقوا مش سايبين لهم اي فرصة وكاتمين على نفسهم طول الوقت، لا عارفين يتقابلوا لوحدهم ولا يتكلموا على انفراد. فير وهو بيشتري شوية حاجات بيقابل كوشوانت بالصدفة وبيبقى مستعجل جدا ومرتبك، فبيسلم عليه ويمشي. فير بيروح يودي الهدايا والورد اللي اشتراهم لكويل. صاحبتها بتقابله عشان تاخدهم منه، بس الكلب بينكش في الشنط ويبهدل الورد. وبتتم مراسم الجواز على خير في حفلة عائلية تقليدية، وبيطلعوا على الفندق اللي حاجزين فيه. لسه هيتعرفوا على بعض. اخت كويل الصغيرة بتكلمها تقول لها الكلب بقاله يومين ما عملش بيبي، فاسألي جوزك كده على علاج نلحقه بيه، بس كويل بتهزقها وتقفل. يا دوبك لسه هيتعرفوا على بعض تاني، الباب بيخبط، بيفتح يلاقي 2 بيسألوه انت فير؟ قال لهم فبيسألوه من غير لف ودوران كده فين تشارلي، لكنه ما بيبقاش فاهم هما بيتكلموا عن ايه. بيسألوه اكتر من مرة بس بيبقى واضح انه فعلا مش فاهم حاجة. بيرفعوا عليه السلاح ويهددوه عشان يقول لهم مكان تشارلي. في الوقت ده كويل بتمسك كاتل المية المغلية تحدفه عليهم، فالسلاح بيقع منهم. كويل بتاخد المسدس تهددهم بيه عشان يخرجوا بره الأوضة، وبتفضل تضرب نار بشكل عشوائي. وفير يا عيني بيبقى مرعوب وبيحاول يهديها لحد ما بتنجح انها تخرجهم بره الأوضة. بيحاولوا انهم يكسروا الباب ويدخلوا تاني، بس كويل وفير بيبقوا بيهربوا من البلكونة لبلكونة الأوضة اللي جنبهم. وفير بيبقى خايف جدا لانه عنده فوبيا من المرتفعات، لكن كويل بتطمنه وتساعده لحد ما يعدي بسلام. بيبقى الراجلين قدروا يدخلوا الأوضة، لكنهم بيكتشفوا انهم هربوا وما بيبقوش عارفين راحوا فين، فبيجروا بره الأوضة عشان يلحقوهم. فير وكويل بيركبوا الأسانسير عشان يزوغوا منهم، وفير برضه بيبقى متوتر جدا لان عنده فوبيا الأماكن المغلقة، بس بتعدي على خير وبيطلعوا على الجراج ويركبوا عربيتهم. الراجلين بيلحقوهم ويعترضوا طريقهم. فير بيبقى غرقان في شبر ميه، لكن كويل بتفضل توجهه يعمل ايه عشان يعرفوا يزوغوا منهم، وفعلا بيخلعوا لبره الفندق. الاتنين التانيين بياخدوا عربياتهم ويحصلوهم. فير بيبقى سايق على سرعة هادية ومش عاوز يسرع عشان ما يتعداش السرعة المفروضة، وده لانه شخص منظم وبيحب يلتزم بالقواعد. العربية اللي بتطاردهم بتقرب منهم جامد وبيضربوا عليهم نار، وكويل عمالة تقوله يزود السرعة وهو ولا هنا، اللي في دماغه وعاوز يلتزم بإشارة المرور في الوضع المنيل ده، لحد ما كويل بتجيب آخرها منه وتاخد مكانه وتدوس بنزين. وبتسوق بمهارة عالية جدا لدرجة إنها بتمشي بظهرها، وبيبقى واضح إنها متمكنة من السواقة وبتعرف تلبسهم في كذا حاجة وتعطلهم بذكاء، لحد ما بتنجح فعلا إنها تهرب بعيد عنهم. وفير بيبقى مصدوم من طريقة سواقتها، فبتقوله إنها بتشارك في سباق عربيات كل سبت وعمرها ما خسرت من 1.5 سنة، وبتعمل ده من ورا أبوها وبعيد عن القواعد الغريبة اللي هو فرضها عليهم. فير بتتصل بيه، لما بيرد بيلاقي واحد تبع العصابة اسمه براديب بيسأله عن مكان تشارلي، وبيبقى عامل نفسه صاحبه وراح يقعد مع أهله وأهل كويل بمناسبة الفرح، لكنه في الأساس قاعد معاهم كورقة ضغط عشان يدلوه على مكان تشارلي. وبيقوله إنه قدامه لحد بكرة الساعة 8 يجي ويجيب مع تشارلي في مكان معين، لإما ما يلومش إلا نفسه. فكويل بتاخد التليفون تهزقه وتشتمه، وفير بيبقى مصدوم من التلوث اللي سمعه، بس براديب مش بيهمه الشتايم دي، وبيقول لهم إن آخرهم بكرة 8 الصبح. فبيقرروا يطلعوا على اسم الشرطة يبلغوا. يا دوبك أول ما بيتحركوا بالعربية بتيجي عربية تدخل فيهم، وبيطلع عنهم الرجلين اللي بيطاردوهم، بيكتفوهم ويحبسوهم في شنطة العربية ويمشوا. بيقفوا على جنب يشتروا حاجة، فبيجي ونش يشيل العربية. وفي شنطة العربية بقى فير بيبقى مش قادر ياخد نفسه ومتوتر جدا لأن المكان مقفول. موبايله بيرد يلاقيه ضابط سانجي من إدارة التحقيقات الجنائية، وبيسأله برضو عن مكان تشارلي. قايل له يا دي النيلة مين تشارلي ده؟ وبيبدأ الضابط يحكي لهم ان في يوم 28 ديسمبر في بلاغ جه للاسم ان في وكيل مراهنات هينقل 100 مليون روبيا من مدينة لمدينة ولازم يأمنوه. بس الضباط بقى بدل ما يشوفوا شغلهم عملوا خطة لسرقة الفلوس دي، وده المشهد اللي حصل في اول الفيلم. وكل ده حصل قدام محل كوشوانت خال كويل، وكاميرات المراقبة
صورت الجريمة. فكوشوانت خد نسخة على فلاشة وطلع على الاسم عشان يبلغ، بس حظه المهبب ان هو ده نفس الاسم اللي فيه الضباط الفاسدين اللي سرقوا الفلوس. كوشوانت عارف كده لما شاف ضابط من الاسم كان شافه في كاميرات المراقبة، فقرر يهرب بسرعة قبل ما يمسكوه، ودخل مول تجاري على اساس يتوه منهم في الزحمة. وهناك قابل فير بالصدفة لما كان مستعجل، فرمى الفلاشة في شنطة من اللي كانوا مع فير من غير ما ياخد باله. بعد كده الشرطة قبضت عليه وعذبوه جامد لحد ما خدوا منه المعلومات كلها ورموه على الطريق على اساس انه خلصان خالص. بس ولاد الحلال ودوه المستشفى، ولما فاق حكى اللي حصل كله لإدارة التحقيق الجنائي. فاللي مطلوب منكم دلوقتي ان لازم نلاقي الفلاشة دي في اسرع وقت. كمان بيقول لهم ان براديب اللي مع اهلهم ده ضابط فاسد، وانه هيبعت ضابط من عنده يأمن اهلهم وما يقولوش المعلومات دي لاي حد خالص. بينجحوا انهم يخرجوا من شنطة العربية عشان يبدأوا رحلة البحث عن الفلاشة اللي موجودة في واحدة من شنط الهدايا ال5 اللي كويل وزعتها على اصحابها وحبايبها في حفلة توديع العزوبية. وبيبدأوا بكانو صاحبة كويل الانتيم، بيروحوا لها المكان اللي شغالة فيه وبيعرفوا منها ان معاها شنطتين من ال5. لكن كويل بتتصدم ان الشنط دي في بيت اريا الاكس بتاعها، وبتمسك كانو ترنها علقة محترمة عشان خانتها مع اريا. وفير بيبقى مصدوم ومتضايق جدا انها ما طلعتش كويسة زي ما هو عايز، دي طلعت مدمنة كحول وكمان كانت على علاقة بشاب قبليه، ومش ده اللي هو كان عايزه خالص في شريكة حياته. وهما بيتكلموا سوا بيجي واحد يسألهم عن مكان تشارلي، بس كويل بتبقى اتخنقت خلاص، وكمان الكاسين اللي شربتهم شعشعوا في دماغها. فبتمسك الرجالة دي تدور فيهم الضرب بطريقة مجنونة وتكسر عليهم كوبايات وازايز، ومحدش قادر عليها ولا عارفين يسيطروا على جنانها ده. بتخلص ضرب في الرجالة ويطلعوا على بيت اريا اللي بيبقى عيل طري كده. وفير بيتصدم بكم الصور بتاعت كويل اللي متعلقة على الحيطان عنده، بس بيركز انهم لازم يلاقوا اللي جايين عشانه. بيلاقوا الشنطتين ويدوروا جواهم كويس، بس للاسف ما بيلاقوش حاجة. فكويل بتتف في وش اريا وياخدوا بعضهم ويمشوا، وبتبقى حزينة جدا من اريا وكانوا صاحبتها واللي عملوه فيها. وفير بيطمنها ان لما يلاقوا الفلاشة هيقعدوا سوا ويقرروا مستقبلهم، ولو عاوزة تنفصل مفيش مشاكل. بيمشوا عشان يشوفوا باقي الشنط، لكنهم بيلاقوا الراجلين اللي بيطاردوهم من اول الفيلم وراهم، وبرضه بيسألوهم على تشارلي، بس بيبقى في زفة معدية فبيعرفوا يزوغوا منهم في الزحمة. بيستخبوا في مبنى تحت الانشاء، وبيقولوا لحارس الامن ان اهلهم ما كانوش موافقين على جوازهم، فهربوا واتجوزوا، ودلوقتي هم بيطاردوهم. فبيصعبوا على الراجل وبيخليهم يتعشوا معاه هو ومراته، وبالمرة يداروا عن اللي بيجروا وراهم. بعد ما بيقعدوا شوية الراجلين اللي بيطاردوهم بيخبطوا على الباب، الحارس بيفتح لهم وبيسألوه عن فير وكويل، فبيدلهم ويقول انهم مشيوا كده. وبنروح لفير وكويل اللي بيطلعوا المبنى المهجور ويستخبوا في اخر دور عشان محدش يشوفهم. بيفضلوا يتكلموا شوية، وكويل بتحس باعجاب ناحية فير وانه فعلا انسان كويس. بيسألها لو كان في حد كان واعي في حفلتها دي ولا كانوا كلهم سكرانين طينة. قالت له مفيش غير ساني الراقص اللي كان بيحيي الحفلة. قبل ما يتحركوا عشان يروحوا له بيشوفوا الراجلين اللي بيطاردوهم اتسللوا من غير ما الحارس ياخد باله ودخلوا المبنى، فبيستخبوا بسرعة. بيدوروا عليهم مش بيلاقوهم، وبيبقوا خلاص هيمشوا، بس فير بالغلط بيوقع قالب طوب فبيعرفوا مكانهم، وبتبدأ بينهم المطاردة. وطبعا كويل مش بتتوصى بيهم وبتمرمطهم وتبهدلهم اخر بهدلة، وبينجحوا انهم يهربوا منهم بمساعدة الحارس اللي بيلحقهم على اخر لحظة. بيطلعوا جري على محطة القطر وسط العصابة اللي عمالة تطاردهم من كل حتة ومش عارفين يروحوا فين ولا يجوا منين. وفي النهاية بيركبوا العصابة قطر 6 إلا تلت ويزوغوا في قطر تاني خالص. بيروحوا لساني يسألوه لو كان يعرف كويل ادت الشنط لمين في الحفلة، وبيطلع ان معاه شنطة منهم. لما بتفتشها ما بتلاقيش الفلاشة برضو، فبيقول لها ان كان في بنت في الحفلة عادية وبسيطة جدا ولابسة نظارة كانت بتسندك وانتي سكرانة. فبيروحوا للبنت دي اللي اسمها سهانة، وبتقول لكويل انها لما وصلتها البيت اديتها شنطة هدايا، وكان باقي شنطة واحدة روحتها معاها البيت. في الوقت ده الضابط سانجي بيكلم فير عشان يعرف لو وصلوا لحاجة، وبيقولوا انهم في بيت سهانة وبيديله العنوان. بعد كده طالعين على بيت كويل اللي فيه الشنطة الأخيرة، فبيقفل في وشه. كويل وهي بتدور في الشنطة فير وسهانة بيدردشوا سوا وبيبقى بينهم حاجات مشتركة كتير. فكويل لأول مرة بتحس بالغيرة على فير جدا وبتزعق انها ما لقيتش الفلاشة في الشنطة. فبيمشوا عشان يروحوا بيت كويل، ولما بيخرجوا بره بتتخانق مع فير ان الضحكة كانت من الودن دي للودن دي وهو قاعد مع سهانة، وبتبقى غيرانة عليه جدا وبتقوله من النهارده لو بصيت لأي ته مربوطة انا هقتلك. بيروح يجيب الخوذة عشان يمشوا، لكنه بيتفاجئ بعربية بتيجي تخطف كويل وتجري. بيحاول يحصل العربية بس مش بيعرف، وبيقولوا له يجيب الفلاشة الساعة 8 في المكان المحدد بكرة لإما هيقتلوا كويل. فير بيبقى هيتجنن وبيتفاجئ بالاتنين اللي بيطاردوه من اول الفيلم، فبياخد جذع شجرة من على الارض ويتعامل معاهم وبيقول لهم انتوا خطفتوا مراتي واهلي، بس مفيش حاجة هتمنعني ان اسلم الفلاشة لإدارة التحقيق الجنائي.
الجنائي، وبيتصدم لما بيقولوا له انهم من اداره التحقيق الجنائي اصلا، وبيوروا له كارنيهاتهم. وما بيبقاش فاهم حاجه، بس هم بيشرحوا له ان الضابط سانجي ده مش تبع التحقيق الجنائي ولا نيله، ده الضابط المسؤول عن اسم الشرطه اللي سرق الفلوس، وهو اللي خطط للسرقه. وهم عاوزين يوصلوا للفلاشه عشان يبقى معاهم دليل يقبضوا عليه، لانهم معرفوش يقبضوا عليه القضيتين اللي فاتوا لعدم كفايه الادله، فزرعوا جاسوس عنده في الاسم وهو اللي قال لهم على موضوع كوشاوانت. بس سانجي قدر يوصل له الاول وعذبه، ورجاله الاسم الفاسدين راحوا محله ودمروا كل الادله اللي بتدينه، وفضل الدليل الوحيد والاخير هو تشارلي اللي هو الفلاشه. ولاننا كنا بنراقب تليفون الاسم عرفنا ان تشارلي معاك، بس الصوت كان بيقطع شويه فما سمعناش بوضوح غير اسمك، عشان كده ما كشفناش هويتنا ليك في الفندق، لا تكون متورط معاهم ولا حاجه. بياخدهم ويروح بيت كويل اللي بيبقى خرابه، لان عصابه سانجي جت قلبت البيت كله عشان الشنطه، لكن للاسف ما لقيوش حاجه. ووسط حيرتهم وما مش عارفين يتصرفوا ازاي، الكلب بتاع كويل بيجي يتمسح في فير. ساعتها فير بيفتكر ان الكلب كان بينقش في الشنط وبياكل في الورد. كمان بيفتكر ان اخت كويل كلمتها وقالت لها ان الكلب بقاله يومين ما عملش بيبي. ففير بيجمع السلوك ببعضها وبيفهم ان الكلب كل الفلاشه، وبيفهم الضباط اللي حصل، وبياخد الكلب يعمل له اشعه، وفعلا بيتاكد ان الفلاشه في بطنه. وبيتبعت رجاله لتامين اهل فير وكويل من عصابه سانجي، وبيجهزوا فير عشان يروح للعصابه، بيدوله قلم فيه كاميرا عشان يبقوا على درايه بالوضع هناك، وبيتفقوا معاه على كلمه السر اللي هيقولها لو حس انه خلاص في خطر. بياخد الكلب ويروح للعصابه، وبيلاقي كويل متكتفه وكوشاوانت متعلق. بيقابل سانجي ويشرح له الوضع، ان الفلاشه الكلب كلها مع الورد. فبيتفاجئ بسانجي لاسع وقلم لانه فكره بيستهبل عليه، لكن فير بيوري له صوره الاشعه على الموبايل عشان يقتنع. سانجي مش بيهتم بالكلام ده، ومن غصته بيضربه تاني. ساعتها فير بيقول كلمه السر، وبيقول لسانجي انه ادى للكلب حبوب ملينه وفي اي وقت هيعمل بيبي ويطلعوا الفلاشه. كويل بقى ما بتبقاش ساكته وعماله تشتم في سانجي، فبيروح يضربها بالقلم. ساعتها فير بيغضب جدا وبيطلع الوحش اللي جواه، وبيدور الضرب في سانجي يكومه على الارض. بعد كده يشتبك مع رجالته ويضربوا في بعض، بس فير بيبقى عارف يسيطر على الوضع لحد ما بيتزنق. كويل بتقدر تفك نفسها وتهرب من الراجل اللي واقف حراسه عليها، وتساعد فير في معركته، لان رجاله سانجي عددهم كبير وبيقدروا يتغلبوا عليهم ويرنوهم علقه محترمه. سانجي بيفوق ويضرب على فير نار، لكن رجاله التحقيق الجنائي بيوصلوا في الوقت المناسب ويقبضوا عليه وعلى رجالته. كويل بتبقى هتموت من الخوف على فير، لكن ما حصلوش حاجه لانه كان لابس واقي ضد الرصاص. رجاله التحقيق الجنائي بياخدوا الكلب ويقدروا يستخرجوا منه الفلاشه، وفير وكويل بيرجعوا الفندق تاني عشان يبداوا حياتهم الزوجيه من اول وجديد في سعاده. وفي النهايه لو عجبك الفيلم دوس لايك، ومتنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان توصلك الملخصات الجديده. ولو في فيلم معين عاوزنا نلخصه ما تنساش تكتبه لنا تحت في الكومنت.